السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا إبراهيم، شهيد غانا يا جماعة، الله يرحمه ويسامحه. ونحن الآن في انتظار جثمان الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، الشهيد إبراهيم أبو سعدة رحمة الله عليه. البلد بحالها والكفر مجر وجميع البلاد اللي حوالينا ومحلة أبو علي ومجمون وناس من كل مكان جايين علشان يشيعوا جثمان الشهيد بإذن الله. ونشكر المصريين على وقفتهم مع هذا الشاب المحترم الذي توفى في غانا، ونقلوا جثمانه إلى المطار حتى وصل بإذن الله تعالى إلى أرض قرية دمنكة. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. الله يرحمك ويتقبله إن شاء الله من الشهداء. ونحن في انتظار جثمان الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يأتي، وفي انتظار اللحظات التي يأتي فيها الشهيد. وزي ما انتم شايفين المنظر تحت، وهذا العدد الكبير من أهالي قرية دمنكة والقرى المجاورة في تشييع جثمان الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يرحمه ويسامحه ويجعله من أهل الجنة، وأن يصبر أباه ويصبر أبناءه ويصبر زوجته على فراقه. فنحن والله إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله يرحمك ويسامحك يا ابني، شهيد الغربة. ادي يا جماعة الغربة، واللي احنا بنشوفه في الغربة بيحسدوا الناس على الغربة وبيحسدوهم بقى على الموتى اللي ماتها. وادي الشهيد الله يرحمه ويسامحه، شاب بقينا نتمنى ان احنا بس نجيب جثته علشان ندفنه، وعشان قلب ابوه يرتاح وقلب اولاده، بحيث انهم بعد وفاته يروحوا قبره ويزوروه ويجروا له الفاتحة زي بقية اي حد بيموت. رحم الله الشهيد، وربنا سبحانه وتعالى ما يكتبها على حد فيكم. لكن بإذن الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء بإذن الله. ونرجو من الدولة أن أي أحد يموت في الغربة أن تتخذ الدولة إجراءات سريعة بأن تجعل هذا الإجراءات، وتتكلف الدولة نقل الجثمان حتى يصل إلى القرى، إلى قريته، إلى مسقط وطنه، وأن يدفن. فهذا حق بسيط للمواطنين. والناس تدعو الآن في هذه تدعو للميت قبل أن يصل تصبيرا حتى لا ينفجر أحدا بالبكاء أو الصوات. فنحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يدعو للشهيد بإذن الله، وأن نفتكر ونتذكر إخواننا في فلسطين وما يحدث لهم في الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ليقتلوا الأطفال ويقتلوا النساء ويقتلوا الأخضر واليابس، ولا يبقوا لهم حتى سكنا ولا مأوى ولا أكلا ولا شرابا ولا طعاما. فنحن نرى إخواننا في فلسطين كل يوم في هذا الحال، فنحن يصعب علينا هذا الشاب، فيا ريت يصعب علينا الآلاف التي تموت كل يوم من الشعب الفلسطيني، فهم إخواننا وفي ديننا. وما يقتلوهم إلا ذنبهم الوحيد أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم تقبلهم من الشهداء واجعله كشهداء فلسطين يا رب العالمين. صبر أبوه، صبر إخواته، صبر زوجته، صبر أولاده. اللهم اكتب لهم النجاة يا رب العالمين. فنحن نرى هذا الجمع الغفير من الناس، وأنا مش عايز أوريكم برضو يا جماعة هو الناس دي كلها في الانتظار. وتصور كده شوية، تصور الناس، تصور الناس. الله يرحمه ويسامحه، الله يرحمه ويسامحه. ادعوا له أولاد كده ونصوروا كده باليمين والشمال. اللهم سكنوا في ساحة الجنة حتى يصل الجثمان بإذن الله. الشيخ بيدعي له برضه. هات الشيخ وهو بيدعي له لما هات كده يا محمد. صور يا محمد كده. امين يا رب. انت الزوم عندك ايه يا عم؟
والله ماشي. لسه محمد شاق. لسه محمد شاق. لسه بيضة. صورت التليفون اللي معاك بتاعي؟ هو داخل دلوقتي في حالة ابو علي من 10 5 دقايق. المفروض هو على وصول ان شاء الله دلوقتي. المفروض انه وين؟ ده هنا هتتلغي من الناس. يا ابني ركز. العربية داخلة تخليك زي ما انت جاي من عند حمد. خليك زي ما انت. مش الفيديو شغال ولا انت عملت الصوت؟ لا شغال. فين؟ انت متأكد؟ ايوه. طيب يلا ماشي. هي كده لحظة وصول الجثمان وهو داخل من عند شارع حمد السنهوري وداخل على المقابر. الله يرحمك ابراهيم ويسامحك ويصبر اهلك ويجعلك من الشهداء، امين يا رب العالمين. ونحن الان في انتظار عربية الاسعاف اللي داخله بالجثمان ان شاء الله بعد ما طال الانتظار اكتر من اسبوع، واحنا بنتمنى وصول جثة الشهيد باذن الله ابراهيم ابو سعده. الله يرحمك ويسامحك يا ابني، حالك زي حال الناس اللي بتموت شهيده، فربنا يتقبلك من الشهداء يا رب العالمين. فهذا شهيد الغربة وشهيد لقمة العيش. الله يرحمك ويسامحك ويصبر أبوك ويصبر مراتك وعيالك ويصبر إخواتك ويصبر البلد كلها على فراقك يا رب العالمين. ونحن الآن في انتظار دخول الجثمان، فهو العربية نزلت عند حمد السنهوري الآن وداخلة العربية علينا بإذن الله عند المقابر إن شاء الله. بتجرب الزوايا؟ بجربها وبعد. العربية دخلت اهي، الهيجان بدأ اهوت. يقولوا والله انه دخل بالطابوت. التابوت ماشي، دخلوه بالتابوت عادي ان شاء الله. هم عايزين يشيلوه من هناك، يشيلوه من هناك كده وخدوا النحش هناك. والله هو جه صبر. الصلاة والسلام على أفضل الصلاة والسلام. وصل بس الجماعة بيقولوا ارجعوا ورا يا جماعة. اللي هينزل تحت هيموت من الناس دي. هناك هو وصل بس هناك ناس المفروض كانوا دخلوا بالعربية هنا. كانوا دخلوا بالعربية هنا.
من فوق الصعب الساعة 6 من فوق الصعب